لو قدامك مثلا شقه ب 8 مليون جنيه تقسيط على 8 سنين بمقدم 5%، وقدامك انك تشتريها كاش بخصم 35%، يعني هتقف عليك كاش ب 5 مليون و200 الف جنيه، وحضرتك معاك تمنها كاش بس ده كل اللي معاك. تعال اقول لك ازاي تشتريها ببلاش وتشطبها ببلاش وكمان تجيب لك عائد محترم، وده كلام حقيقي وهثبته لك دلوقتي. حضرتك معاك مثلا 5 مليون و200 وده كل اللي معاك، صح؟ هتشتريها عادي بالتقسيط على 8 سنين بمقدم 5%، يعني هتدفع مقدم 400 الف جنيه وقسطك كل سنه هيبقى 950 الف جنيه. هتاخد ال 400 من ال 5 200 اللي معاك، يعني هيتبقى معاك 4 مليون و800 الف جنيه. هتاخد ال 4 800 دول تربطهم شهاده في البنك بفايده 25%، هيجيبوا لك في السنه مليون و200 الف جنيه. تدفع منهم القسط اللي هو 950 الف جنيه وهيتبقى لك 250 الف جنيه كل سنه. يا تشيلهم في حساب توفير يا تشتري بيهم ذهب، المهم تحوشهم لغايه الاستلام. لو قلنا الاستلام بعد 4 سنين هتكون جمعت خلال الاربع سنين دول من الفرق اللي بتاخده كل سنه مليون جنيه، ده غير فوائدهم لو شايلهم في حساب توفير او لو حولتهم لذهب هتكون قيمتهم زادت. هتاخد المليون جنيه دي تشطب بيهم الشقه وتاجرها، وبالميت هتجيب لك على الاقل 5% من ثمنها في السنه. هي الشقه ثمنها 8 مليون جنيه صح؟ لا طبعا، 8 مليون جنيه ده كان من 4 سنين، لكن دلوقتي هنقول على اقل افتراض هتكون زادت 50%، يعني هيبقى ثمنها دلوقتي 12 مليون جنيه، يعني بتشطيبها 13 مليون جنيه، ولو اتشطبت هتجيب لك على الاقل 650 الف جنيه في السنه. خد بالك انا بحسب هنا على اقل ارقام. طيب تعالى كده بقى نشوف النتيجه مع بعض. حضرتك كان كل اللي معاك 5 مليون و200 الف جنيه، دلوقتي معاك 4 مليون و800 الف جنيه في البنك، وبيجي لك 250 الف جنيه زياده عن القسط كل سنه، وبيجي لك ايجار سنوي على الاقل 650 الف جنيه في السنه وبيزيد، ومعاك شقه قيمتها بتشطيبها فوق ال 13 مليون جنيه وبرضه بتزيد. يعني بالبلدي كده ال 5 مليون و200 الف جنيه اللي معاك بقوا 18 مليون جنيه اصول، ومعاهم دخل سنوي 900 الف جنيه وبيزيد. وحتى لو الفوائد على الشهادات بعد كده قلت برضو الدخل اللي بيجي لك هيغطي. والمثال ده تقدر تطبقه على اي عقار ايا كان سعره، 4 مليون 5 مليون مش هتفرق، المهم تختار العقار صح. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل لي فولو.